طيب ما يهتم في قضية أحد سرق منا مال ولا أحد غشه بشيء؟ مو مكتوب لي، الحمد لله رزقي اللي مكتوب لي سيصلني، وما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. ما يهتم لهذه الأمور. كذلك لو تعرض لأي أمر قال حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم انصرني، ويثق بالله سبحانه وتعالى. يتذكر قول الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فإذا كان مضطرا دعا الله بثقة وإيمان بأن الله لن يخيب الدعاء، فيتكلم بقوة وثقة وشجاعة ما يهمه أحد. سعيد بن جبير، لعلي ذكرته أكثر من مرة لكن لا بأس بإعادتها مؤثرة. سعيد بن جبير يذكر أنه لما أمسك به الحجاج وأمر بقتله، تصور إنسان معرض للموت، فلما أمر بقتله الحجاج قال الحجاج لسعيد بن جبير أول ما دخل عليه، قال: ما اسمك؟ يعرفه طبعا الحجاج لكن هكذا، قال: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. قال: بل أنت شقي بن كسير. يعني سعيد، ما أنت سعيد، أنت شقي، ولا أنت جبير، أنت كسير. قال: بل أنت شقي بن كسير. قال: أنا كما سماني أبي. وبيذبحه. قال: أنا كما سماني أبي. قال: إني قاتلك فاختر القتلة التي تريدها. أنت ميت اختار كيف تريد أن تموت. قال: اختر أنت فإن وراءك القصاص. فالشجاعة هذه، يقول: اختر أنت فإن وراءك القصاص، الله سيقتص لي منك، أنت اللي تختار مو أنا اللي أختار، اختر أنت فإن وراءك القصاص. قال: ماذا تريد قبل أن تموت؟ قال: أصلي ركعتين. قال: وجهوه إلى قبلة النصارى، يعني يرى أنه كافر، كيف تخرج على الخليفة وكذا. قال: وجهوه إلى قبلة النصارى. قال: فأينما تولوا فثم وجه الله. روح. إجابات جاهزة. قال: أينما تولوا فثم وجه الله. قال: والله لأعجلنك إلى نار جهنم، يعني بقتلك الحشا تروح النار على طول. قال: والله لأعجلنك إلى نار جهنم. قال: لو أعلم أن النار بيدك لاتخذتك إلها. ليست بيدك الجنة والنار. قال: لو أعلم أن النار بيدك لاتخذتك إلها. فأمر بقتله فقتل. بعده ب15 يوم مات الحجاج، أصابه يعني يزوع دم، وكان يقول إنها دعوة سعيد. فالقصد أن الإنسان يعني إذا آمن بالقضاء والقدر وآمن بالله وأنه ناصره وآمن كذا، ما يهمه أحد أبدا، وإن كان مقصرا في جانب أو جانبين أو أكثر أو أقل، لكنه يعني إذا كان عنده ثقة بالله تبارك وتعالى، نعم يكون عزيزا بالله تبارك وتعالى وإن كان مقصرا في جوانب.